السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. ببدأ بالدعاء لفلسطين وأهلنا في فلسطين. يا رب يحفظ فلسطين ويحفظ شعبنا العربي الفلسطيني وينصر فلسطين يا رب، وينصر شعبنا العربي وأهلنا وإخواتنا وحبايبنا في فلسطين، ينصرهم على العدوان الغادر الغاشم الإجرامي. أمين يا رب. ويا رب يحفظ فلسطين مرة تانية، وقولوا أمين وما تستهونوش بالدعاء، ما تستهونوش بالدعاء، لأنه صدقوني الدعاء بيغير حاجات كتير، ومن خلال الدعاء في حاجات كتير قوي بتتغير. فمرة تانية بكرر، ربنا ينصر فلسطين ويحفظ فلسطين ويقويهم ويقدرهم على هذا العدوان الغاشم الغادر الإجرامي. مش هبعد عن فلسطين قوي، لان انا عندي تحية لكل رياضي شريف دعم القضية، ولو ببوست على فيسبوك، ولو بصورة على فيسبوك او على انستجرام او على اي او باي وسيلة. طبعا الرياضيين العرب، بتكلم في بيج رامي، بتكلم في علي فرج، بتكلم في نور الشربيني، بتكلم في محمد النني فخر مصر، وبتكلم في رياض محرز فخر الجزائر، كل الرياضيين، كوندي نجم برشلونة، ورياضيين كتير، كل رياضي شريف دعم القضية العرب. فانتوا فخر لبلادكم وفخر لكل العرب. فتحية لكل رياضي دعم القضية ودعم اخواتنا في غزة ودعم دعمهم ضد العدوان الغاشم الغادر. اللي نايم في العسل ملناش دعوة بيه، ما نعرفوش يعني كويس. وكأن ربنا مقدر لأرض فلسطين إنها تدي أبطال في كل المجالات. يعني هذه الأرض الطيبة كل شوية بتثبت لنا إن إحنا لو بصينا في أي مجال هنلاقي بطل. هو البطولة مقدرة لهذه الأرض الطيبة فلسطين ولأهلها، خلقوا ليكونوا أبطال. طيب، لما بص على البنت الجميلة حلا القاضي، البنت الجميلة، البطلة الفلسطينية الجميلة الرقيقة اللي هي بجد يعني أنا مبسوط بيها جدا. أنا يمكن دي مش عايز اقول لكم انه دي رغم كل الظروف اللي احنا عايشينها والحرب وكده والواحد حزين فعلا، ولكن البنت دي بجد مخلياني وانا بتكلم النهارده بتكلم في واحده من احلى الحلقات بتاعتي. حلا القاضي خدت برونزيه الكاراتيه فئه كوميتيه وزن 68 كيلو جرام في دار تعب الاسيويه اللي هي اتلعبت اخيرا في الصين. كويس. طيب، هذه البطلة الفلسطينية اللي هي ملقبة في فلسطين بالفتاة الذهبية، هي بالمناسبة من حتة اسمها بلدة كده أو قرية اسمها دير استيا في شمال مدينة نابلس الفلسطينية. كويس. مهندسة مدنية، هي متخرجة من كلية هندسة ودرست الهندسة المدنية. كويس. البنت دي ابتدت تلعب كاراتيه في مركز شباب منطقة البيرة في فلسطين العربية. واسمحوا لي ان انا كل ما هقول فلسطين هقول العربية. ابتدت تلعب وهي عندها 7 سنين، وبتقول كان عندها الحلم تملي انها تمثل فلسطين وانها تكون سبب في رفع علم فلسطين من خلال الرياضة دي. وبتتكلم انه الشغف بتاعها كان عالي قوي حتى لما حصلت ضغوطات في عيلتها علشان الدراسة علشان وحاجات من دي، هي برضو اصرت انها لا عايزة تلعب. علشان كده هي بتقول انه هي كلامها كان مع باباها ومامتها، يعني انه لا
انا هعرف اقسم وقتي صح. يعني هي حلا القاضي بتعمل تايم مانجمنت من وهي عندها 10 سنين ولا 11 سنه تقريبا، بتعمل تايم مانجمنت. انا هتمرن 5 ساعات، هذاكر ساعتين بحيث ان انا اعرف انجح في دراستي، كل الكلام ده. فهي كان ادي بدايه الاداره عند حلا القاضي، انها عملت تايم مانجمنت صح جدا. طيب الحاجه الثانيه، هي بتقول لما وصلت 18 سنه دخلت اول بطوله دوليه، كانت بطوله اسطنبول المفتوحه في الكاراتيه، خدت ميداليه ذهب. قبل البطوله كان اسماعيل ورده المدرب بتاعها فلسطيني برضو، كان اسماعيل ورده حط لها برنامج اعداد انها تشارك بشكل كويس. هي راحت قايله له لا، انا رايحه العب النهائي في بطوله اسطنبول المفتوحه، حتى لو خدت فضه، بس انا رايح العب نهائي، فعايزه برنامج اعدادي يوصلني النهائي. فابتدت تشتغل على الاعداد بتاعها بالشكل ده. الملفت هنا ايه؟ انه الاصرار بتاعها والدافع بتاعها كان ايه؟ كان قضيه بلدها، قضيه فلسطين العربيه هي الدافع بتاعها. فانا من خلال الرياضه بتاعتي عايز اقول للعالم كله فلسطين اهي، فلسطين اهي. ده كان الدافع بتاعها طول مسيرتها، وبالفعل راحت مش بس لعبت نهائي بطوله اسطنبول زي ما قلت لكم، خدت بطوله اسطنبول. طيب دار تعاب الاسيويه بقى، من اول فتره الاعداد هي كانت مقرره مع المدرب بتاعها انها رايحه تاخد ميداليه في الصين، مش رايحه يعني تشارك كده وترجع، لا، انا رايحه اكسب ميداليه. حطوا برنامج الاعداد، شاركت في كذا دورة في الاعداد، استغلت حتى البطولة العربية اللي هي كسبتها بالمناسبة، اللي هي اتلعبت في الجزائر الشقيقة في شهر 7 اللي فات، كسبتها، خد ميدالية ذهب فيها، وراحت دخلتها ضمن برنامج الاعداد. طيب حسب كلامها هي بعد ما كسبت، بتقول انها الدافع الاساسي ليها او العامل الاساسي في فوزها بميداليه في دورة الألعاب الآسيوية العامل الذهني. يعني هو كان كلامها كله بتقول او تفوقها كله كان العامل الذهني، حته الدافع، لانه الاعداد البدني بتاعها حسب كلامها كان اقل من كل الناس اللي بتنافسها يعني. ولكن ذهنيا هي كانت اعلى منهم. ليه؟ لانه ذهنيا هي رايحه وشايله قضيه على كتافها، هي رايحه بتتحرك بدافع القضيه دي. انا عايزه العلم ده يترفع، يا اول يا تاني يا تالت. فهي بتقول حتى اما خسرت في دور الاربعه وراحت التالت والرابع، بتقول انا اعديت نفسي على المستوى الذهني من خلال ان انا قعدت اتابع تاريخ القضيه الفلسطينيه. فلا، لازم اخد ميداليه، ولازم اطلع عن منصه التتويج، ولازم علم بلدي يترفع. هو ده العامل الذهني. علشان كده انا ابتديت كلامي على حلا القاضي، بطلتنا الجميله جدا من فلسطين العربيه. ابتديت كلامي وقلت وكأن الارض دي مقدر لها البطولة، وكأن الارض دي بتدي دافع لولادها علشان تملي يكونوا ابطال في اي مجال. عاشت فلسطين عربية وعاشت فلسطين حرة ضد هذا العدوان والمحتل الغاشم والغادر. مرة تانية تحية لكل الناس اللي دعمت فلسطين، مليون تحية. الرياضيين العرب هم فخر لبلادهم وفخر لكل العرب، وزي كوندي ده رياضي شريف كويس. ومرة تانية ربنا ينصر فلسطين وشعبها على العدوان الغاصب والغادر. وكده اكون وصلت معاكم لاخر الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. على نلقاكم في حلقه جديده من ميدو الملاعب. عاشت فلسطين عربيه لكل العرب.